ما تفكرش ان انت تحط اسم حد مش موجود في ورقه الغياب. اول مره اظهر بالكرافته فركز معايا عشان انا مخنوق. اخواتي وحبايب قلبي طلاب الجامعات، عمر احمد بيقول لك ايه موضوع الغياب في الجامعه، وبرده موضوع التاسكات والاسايمنتات. نتعامل ازاي في الحوارات دي كلها، ويعني ايه اصلا الكلام ده؟ هل الغياب في الجامعه من المحاضره ممكن يسقطك؟ ايوه، ركز معايا في الكلمتين دول عشان مهمين. الموضوع نسبي جدا، انت ما ينفعش من بدايه السنه كده ما تحضرش اي حاجه خالص، لان انت لغايه دلوقتي ما تعرفش نظام دماغ الدكتور اللي اتكلمنا فيه قبل كده ايه. ففي ناس بيبقى عندهم اللائحه نسبه كبيره منها بتوصل ل 50% اعمال سنه، بما فيهم غياب، اسايمنتات، تاسكات، تكليفات عموما بشكل عام. لو قال بيم بيحاسب عليها من ضمن ال 50 درجه. فتبقى عارف المحاضره اللي انت فيها دي، اول حاجه تسال الدفعه اللي اكبر منك اللي اتعاملت مع الدكتور ده بيتعامل ازاي، الغياب بتاعه مهم ولا لا، هل لازم احضر كل محاضره، ما ينفعش حد يلخص ويبعت لي. افهم دماغ الدكتور ماشيه ازاي، احضر له محاضرتين ثلاثه، اعرف هو بيقيم على الغياب. ولان في ناس يسيبك تبقى انت مثلا متابع على الجروب ان ما خدش غياب والكلام ده، وهوبا يروح واخد درجات اعمال السنه كلها على محاضره هو قرر انه ياخد الغياب فيها عشان يعرف مين بيحضر ومين لا. وعايز احذرك من حاجه، ما تفكرش ان انت تحط اسم حد مش موجود في ورقه الغياب، عشان لو اتمسكت هيطلع عينك. من الاخر انت اتعمل عليك اكس، بياخد الاسم اللي قبله والاسم اللي بعده، واحد منهم هو اللي كتب اسم اللي مش موجود ده، فاول اتنين بيقفوا دول. فديني قلت لك لعبتها ايه، ما تفكرش تصيع في الحته دي عشان هتضيع حد مظلوم، وبلاش جدعانه في الحاجات دي قوي عشان ممكن تلبس طول حياتك تبقى في الكليه لغايه ما تحول. ديني قلت لك انا نصحتك وانت براحتك. نخش بقى على جزء الاسايمنتات والتكليفات بقى والتاسكات والكلام ده. انت اول حاجه لازم تكون عارف اللائحه بتاعت الكليه بتاعتك ماشيه ازاي. انا بتعامل 40 ل 60 ولا 50 ل 50، اللي هو الفاينل بتاعك عليه كام درجه، واعمال السنه طول الترم عليها كام درجه. تبقى فاهم ده كويس، لان احيانا بتقطع شوط كبير في اعمال السنه بيكون عليها درجات زيها بالظبط زي الفاينل 50 ل 50، واحيانا بيبقى نظام ماشي 40 ل 60 على حسب اللائحه بتاعتك ماشيه ازاي. لازم تسال في الشؤون كويس او تسال حد فاهم عندك، ان انت كده كده اصلا لو 60 درجه مثلا في الفاينل انت مش هتجيبهم، استحاله تجيبهم كلهم، ممكن تجيب لك منهم 40 45 لو انت برنس خالص 50، لان انت احيانا الجزء الكبير بتاع اعمال السنه ده تبقى ضامنهم في ايدك ال 50 درجه مثلا علشان تقدر تجيب امتياز. لو عندك اي استفسار ابعت لي على الانستا، وكل الاكونتات بتاعتي هتلاقيها عندك في البايو. عرفنا نظام الكليه بتاعتك ماشي ازاي، يمكن حد يبقى معاك في نفس الكليه وفي الجامعه ويستفاد لو انت فاهم. ما تنساش الفولو لو وصلنا 100,000 قبل نهايه السنه دي على اي اكونت من الاكونتات بتاعتنا، في عمل خيري كبير كل الناس اللي عندنا هتبقى يعتبر مشاركه فيه بالفولو بس. اشوفكم فيديو جديد، سلام.